ازيكم يا اصدقاء؟ بما اننا لسه عاملين فيديو عن مسلسل الحشاشين، وبما اننا برضو عاملين سلسله عن المونتاج، فتعالوا النهارده نعرف ازاي نعمل الايفكت بتاع المشهد بتاع حلم الجنه. ومن اسمه كده واضحه يعني ان احنا هنعمل الدريم جلو افكت. وقبل ما نروح نشوف هنعمل الايفكت ازاي، عاوزكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان المحتوى يوصل للكل، وعشان كمان واضح لي ان 98% تقريبا من المشاهدين مش عاملين اشتراك. ويلا بينا على البرنامج نشوف هنعمل الايفكت ازاي. والموضوع يا اصدقائي اسهل مما تتخيلوا، وهيتطبق تقريبا في 3 خطوات بس. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل دوبليكيت لللاير اللي احنا شغالين عليه، وعن طريق ان احنا ندوس الت على الكيبورد ونضغط على اللاير اللي عايزين ننسخها ونشدها لفوق. كده احنا عملنا نسخه تانية من اللاير بتاعنا، وهنعمل هايد للنسخه اللي تحت ونبتدي نشتغل على النسخه اللي فوق. وبعدها هنروح على قائمه ايفكتس وندور على ايفكت لوما كي، وناخد الايفكت نحطه على اللاير بتاعنا اللي احنا لسه ناسخينه. وبعدها هنروح للايفكت كنترولز عشان نعدل في اللوما كي اللي احنا لسه حاطين. هنيجي للخانه بتاعه الثريشولد وهنغير في النسبه لحد ما تكون مناسبه على الفيديو بتاعنا. وبعد ما ظبطنا النسبه زي ما احنا عاوزين، بعد كده هنروح على قائمه ايفكتس تاني وهندور على الايفكت بتاع جاشيان بلور. وبعدها هنروح لقائمة الايفكت كنترولز تاني عشان نتحكم في الجاشيان بلور اللي احنا لسه حاطينه، وهنختار نسبة البلور المناسبة للفيديو بتاعنا او زي ما احنا عايزين يعني الشكل بتاعه يطلع. وبعدها ننزل تاني لللاير الاساسي نعمل له unhide، وبعد كده نروح لللاير اللي احنا كنا شغالين عليه من البلند مود ونخلي البلند مود بتاعه سكرين. وبس كده يا اصدقائي، دي النتيجة بعد ما عملناها. ودي قبل. ولحد هنا ويكون فيديو النهاردة خلص. لو احتجتوا اي حاجة اطلبوها مني في الكومنتات، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.